ايه اللي بيخلي حشرة المن تظهر وتتكاثر؟ اول حاجة الاسراف في التسميد النيتروجيني، وده السبب الاكبر. لما المزارع بيبالغ في استخدام اليوريا او النترات بينمو النبات بشكل سريع وبيبقى لين جدا. ليه؟ لأن النموات الخضراء اللينة بتحتوي على نسبة كبيرة من العصارة والبروتينات السكرية، وهي الوجبة المفضلة للمن. الأنسجة اللينة بتسهل على الحشرة غرس أجزاء فمها وامتصاص العصارة. تاني حاجة انتشار النمل في الأرض. هنا في علاقة منفعة متبادلة غريبة ما بين النمل والمن. المن بيفرز مادة سكرية اسمها الندوة العسلية. النمل بيحب المادة دي، علشان كده النمل بيحمي المن من أي مفترس، وكمان بينقل المن من نبات لآخر لنشر العدوى. ثالث حاجة العوامل الجوية. المن مش بيحب الحرارة الشديدة ولا البرودة القارصة، عايز طقس معتدل. بينشط بقوة في الربيع والخريف لما تكون درجة الحرارة كده من 20 ل 25 درجة مئوية. الرطوبة العالية مع الدفء المعتدل بتوفر بيئة مثالية لانفجار سكاني في أعداد الحشرات. رابع حاجة وجود الحشائش الضارة. الحشائش المحيطة بالمحصول الأساسي بتعمل كعوائل بديلة بيختبئ فيها المن وبيتكاثر بعيدا عن العين، وبمجرد ان المحصول الرئيسي ينمو بينتقل ليه فورا. واخر حاجة غياب الاعداء الحيوية، زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات واتكلمنا عن كل حاجة بتخص المن باستفاضة. ممكن ترجعوا للفيديو وتشوفوه تاني. ولو عايزين تعرفوا ازاي بنكافح الحشرة دي سيبولي رسالة وهرد عليكم. سلام.